أنا عندي سؤالي هو انتوا لما بتقعدوا مع أي شخصية بني آدمين طبيعيين دول عارفينهم ويسألك انت شايفني ازاي يا معلم. لما بيسألك انت شايفني ازاي ده، هل انت بتقوله الحقيقة اللي انت شايفها فيه، ولا بتحب تقعد تجمل وتقوله الحلويات، ولا بتحاول تهرب من الموضوع؟ ولو انتوا اتحطيتوا في الموقف دوت بتبقوا عاملين ازاي؟ انا بالنسبة لي هي بتفرق حسب الشخصية اللي قدامي. لو الشخصية اللي قدامي لذيذة وحلوة وجميلة كده بديله كلمتين حلوين وبعد كده بقوله رأيي فيه. يا اما بتبقى انت عايز اسمها ايه، تهبش اللي قدامك او فاهمين تديله ايه، شوية تحبيشات كده، بهارات. لو اتحطيتوا في الموقف دوت انتوا بقى بتعملوا ايه؟ هستنى منكم الإجابة بسرعة.